مطعم مهرجان الهند. ايه دي هيك؟ عبد الرحمن دي الصوصات. استنى عبد الرحمن. محدش هيفهم عبد الرحمن دي. لا صح؟ هنعمل عليها سؤال جايزة. لا هي دي ممكن فيها دي اللي حراقة. دي بطاطس والله؟ يمكن ما اكذبش، انا بقول لسه اهم حاجه عجباني في الصوص دي. بصي المعلقه وعايز احطها في جيبي وانا ماشي. ده مهرجان الزمالك. مهرجان الزمالك الصوت مش طالع شويه. مهرجان الزمالك بس خلاص هبقى اجيب اقول لك. وبتاعت المناديل حلوه. بصي هات مناديل استنى. ايه ده؟ دي السمبوسه. هي حاجه هتنزل ولا ايه؟ انا عايزه كله مع بعض صح؟ بالدجاج. دي سمبوسه بالدجاج. انا بجيب كل واحده يعني. صح. هو انا لسه مش شايفه الجبنه. انا عايزه اشوف الجبنه. فين الجبنه؟ هو بس انت مش موسع الطبقين. يعني الطبق وسع شويه. انا حاسه ان انا هاخد من الطبق هيقع. بس شكرا. الرز نبدأ نتعامل لو سمحت. خلي بالك عشان في فحمة هنا والمشكلة اللي انا فيه فحمة. ركز معايا هنا بقى اهو. تكب كده تكب جاي الكبه طالعه عندك. طلع اسكت وانت بتقولها بصوت عالي قوي. صح؟ بص يا سيدي، انت اول حاجه نشيل الحاجات دي تاخدها معاك تستعملها تاني. بص يا سيدي، انا ممكن اجرب. استنى الاضاءه عاليه اوفر، او ممكن اكتم الاضاءه شويه كده نشوف عشان الاضاءه يعني تبان شويه كده. بس ضلمت شويه، بس ما ضلمتش اوفر يعني. انا بدات افهم الاكل الهندي ده عباره عن ايه غير من قبل ما ادوقه. حاجات ايه اقول لك عليها؟ الصوصات والحاجات دي. بص يعني انا حطيت الصوص ده على الرز ممتاز. سيبك انت بقى من الفراخ والحاجات. الاكل الهندي في الصوصات. هي الصوصات دي حلوه. طب مش هتدوس سمبوسه؟ لا السمبوسه دي في الاخر ماليش دعوه بيها. في حد ياكل المقبلات في الاخر؟ ايوه دي عامله زي الفراخ اللي عامله زي الشيش كده. لا عامله زي الشيش. ايوه ما هي دي عشان دي فخذ. في البتاع هو يا محمود اللي هو بيتلبس ده الهندي. ايوه مش هلعب في اللعب ده كله. ينفع الفراخ شكله ايه؟ انت عايز نقول ايه؟ السمبوسه. ولازم تدوق البتاع دي نشوف الصوت. وخلي بالك حته صغيره عشان تكون حراقه كده. لا بس موضوع حراقه. هي محشيه فراخ ولا ايه؟ ايوه انت كل ده مش نسيت انها محشيه فراخ؟ اه والله. اصلا مفرفطه بطريقه غريبه. اللي ممكن تتاكل بالايد. ما توجعش دماغك يعني. لا مقرمشه ولا مش مقرمشه؟ ما اهم حاجه تكون مقرمشه. فراخ مفرومه. مش فراخ اللي هي القطعه. مش قطع فراخ. وحراق بسيط بيها محمود على الطبق لحسن تكون حراقه. دي حراقه شويه. بقول لك على الطبق. لا بس مش جامد. دي ايه طيب؟ على الطبق عشان تعرف تدوق. ايوه
بتاع الطبخ. ليه كده؟ عشان حاسه انها حراقه. دي حلوه. دي حلوه والله. دي فلفل على فكره، خلي بالك عشان دي فلفل تقريبا. اصبر بس. ما تجيش جنب الاثنين دول. لا دي ممكن، دي لا ما تجيش جنبها. دي شاطر، ما تجيش جنب الثلاثه دول. دي هتعرف. ابرد انا بقى. بالراحه عشان احنا بنوقع بقى وفي حاجات وقعت على لا الطبق. اوقع عادي، انا ابرد. المجمل هو لذيذ، بس نفس تعليق محمود بالنسبه للمصري زي حالاتي الكميات مش حلوه. كل بقى الصوت بقى. لو علي لي الصوت كده قول. في جمله بعد ما انت بتاكل كده جات لك دلوقتي. فاقولها يحضرني في فعلا في المكان ده مقوله الاستاذ عادل امام مع الاستاذه يسرا في فيلم المولد. قال لها احنا بعد ما نخلص دي ناس من سواقه من جوه شغل السكينه وبتاع، احنا بعد ما نخلص انا وانتوا نروح البيت نقلع الهدوم كده وناكل بايدينا ونغمس اللي هو ايه لو انا هعملها دلوقتي اساسا مش مستني ونهار. بص ونهار وصوابعنا تطلع نوم بقى. ونقوم بقى بس. ده الايس كريم جوز الهند. انا كنت فاكر دي بتتاكل اعتقد الايس كريم بيتاكل بدي. محمود بيتاكل بدي ما تشيلنيش. حلو كل جوز هند هيعجبك. لا انا عايز اجرب. حلو ما هو دي حلويات، دي الايس كريم بجوز الهند، واعتقد ده نوع تاني انا عارفاه بس مش فاكره الاسم دلوقتي. الاسم والله الاسم ده بالجزر. حاسه في جزر. بالجزر بس انصحك مش محليه خالص. هي دي اللي ما جاتش معايا. لما تعيش تاكل لازم تاكل دي الاول. طيب وبعد كده خد دي. وده مهرجة الهند. لا جوز الهند ده المطعم حلو قوي وجميل صراحه. فاهم؟ دي بالجزر. محمود بالجزر متضايق. ضربت معاه في دماغي.